اول 4 حلقات من مسلسل ذا رينجز اوف باور نزلوا، وانا النهارده جاي علشان احللها واناقشها معاكم واقول لكم رايي في الموسم ده بصفه عامه. نزل 4 حلقات منه، هقول لكم يعني تقريبا نص الموسم، فاقول لكم رايي فيهم وهل هو احسن من الموسم اللي فات ولا نفس المستوى تقريبا ولا اسوأ. ده كله هنعرفه في الحلقه دي. مبدئيا كده يا جماعه بنشوف بدايه ثورون، وانا حاسس ان هم قللوا من هيبته جدا في الموسم ده. يعني ثورون بالنسبه لنا، انا شخص من الناس اللي بتحب جدا سلسله ذا لورد اوف ذا رينجز وسلسله ذا هوبيت، وكل السلاسل دي بعشقها حرفيا، وبالنسبه لي من افضل سلاسل الافلام في التاريخ ان ما كانتش الافضل فعليا. فانا شايف ان هم قللوا جدا من هيبته. احنا في الافلام دي كلها 6 افلام، 3 لورد اوف ذا رينجز و3 ذا هوبيت، وما شفناش وش ثورون. كل اللي بنشوفه ظلام والتاج بتاعه اللي بيلبسه. فحاسس ان احنا لما شفنا وشه مش غلط من الممثل بس غلط من الكتابه. هنشوف التحول ازاي وصل من الشخصيه دي المخادعه الشريره الكذا، بس مش ثورون، مش الصوره الذهنيه اللي في دماغنا عن ثورون. فده بصراحه ضايقني بصفه كبيره. وبالمناسبه انا مش من قراء الروايه زي ما قلت، الممثلين عامه انا حاببهم. كل الناس مش بتحب جلادريل بس انا بحبها، وحاسس ان الممثله متقنه الدور بشكل كبير وليها هيبه. الاجنده والاجندات والجو ده كله سيء، وخلى الافلام بجد يعني كرهتنا بشكل كبير قوي في حاجات كتير من الفتره اللي فاتت. بالذات الاجنده دي ماسكه بشكل كبير قوي الافلام والمسلسلات في هوليوود، وده انا مش حابه. بس في نفس الوقت انا شايف ان جلادريل الممثله بتاعتها لايقه عليها، وهي طبعا مش زي جلادريل اللي ظهرت في ذا لورد وذا رينجز ولا نفس الهيبه بتاعتها، بس في نفس الوقت حاسس ان هي يعني كبدايه ليها على الاقل احسن من بدايه ثورون يعني انتوا فاهمين قصدي ايه. فده بصراحه انا حبوا بصفه عامه. الممثلين بتاعت المسلسل بصفه عامه كلهم كويسين جدا وحاببهم جدا. المشكله في ثورون بالنسبه لي ان مش هو ده شكله في دماغي. انا بالنسبه لي ثورون ده ليه شكل كده او هيئه معينه في دماغي مش شبه خالص اللي موجوده في المسلسل. وده بصراحه الحاجه اللي انا ما حبيتهاش في الموضوع. طبعا الجرافيكس والديكورات وكل حاجه زي الموسم الاول بس تخطيتها شويه. انا كنت حاسس في الموسم الاول ان في حبه حاجات فيك بصوره كبيره، مع ان الموسم الاول الميزانيه بتاعته كانت ضخمه جدا. بس الموسم ده انا حابب جدا كل حاجه، والمشهد بتاع الشجره الذهبيه وهكذا والمشهد الذهبي ده كان خرافي، كان حلو قوي وعجبني جدا. كاريزما بقى ممثل اللي مثل كليمبيور بصراحه تحفه، والكاست ده حرفيا اكتر كاست بالنسبه لي في المسلسل، مع انه ما ظهرش كتير. هو ظهر تقريبا في حلقه واحده وما ظهرش فيها كلها، هو ظهر 10 دقايق مثلا بس خطف الكاميرا بطريقه مش طبيعيه. اللي هو دور او ممثل اللي اخد الخاتم الثالث، ايروند اخد خاتم وجلادريل خد خاتم وفي شخص ثالث خد خاتم، ده اللي انا قصدي عليه. ممثل بصراحه حلو جدا. الجانب بتاع الاقزام بصراحه في الموسم ده خرافي، حلو قوي. يعني بالنسبه لي الجانب بتاع الاقزام في الموسم ده احسن من الجانب بتاع الاقزام في افلام عامه ذا لورد اوف ذا رينجز اللي هو اصلا ما ظهرش كتير. بس طبعا التوب بالنسبه لي الجانب بتاع الاقزام في افلام ذا هوبيت، بس الجانب بتاع الاقزام هنا كانت حلوه قوي. وعجبني ان الاحداث سريعه نسبيا اكتر من الموسم اللي فات. الموسم اللي فات الاحداث كانت بطيئه جدا وكل الناس زهقت بصوره كبيره وما حبتش ده. فانا حابب موضوع ان الاحداث سريعه. انا متفائل جدا بالموسم ده بصفه عامه، وحاسس ان هم هيتعلموا من الملل اللي حصل في الموسم اللي فات وهيطوروا منه، وهيخلوا مش هيطوروا من الملل، هيطوروا يعني من المسلسل وهيخلوا مفيش ملل. وده انا حابه جدا. في حاجه مزولاني الموسم اللي فات وهي ليجولاس. هل ليجولاس اللي هو في المسلسل ده هو نفس ليجولاس اللي في افلام ذا لورد اوف ذا رينجز؟ بصوا انا مع ان يخش بشكل اكبر الناس اللي بشرتهم سمراء في الافلام والمسلسلات وهكذا بشكل كبير، حتى لو في الروايه شكلهم ابيض. بس انا مش حابب ان في ممثل فعليا ظهر واخد دور من الافلام وتعودنا عليه بشكل معين وبهيئه معينه يتحول بشكل تاني او يبقى اسمر او هكذا. انا مش حابه بصراحه، ودي حاجه انا مزولاني ومش حاببها من الاول خالص. العالم ده عالم لورد اوف ذا رينجز فيه شخص ابيض، ما تخليهوش اسمر، خليه ابيض او خليه اسمر من البدايه خالص. لو هو في الروايه لونه ابيض تمام، انا ما عنديش مشكله ان هو يبقى لونه اسمر في الحقيقه او في المسلسل او في الفيلم او هكذا، لكن ما تحولهوليش. ده بيشتتني بطريقه كبيره وبيخلي اللي هو ما فيش واقعيه في العمل او كده، وده مش بحبه بصراحه. عامه لحد دلوقتي موسم لطيف وبالنسبه لي احسن بكتير جدا من البدايه بتاعه الموسم الاول. هدي ال4 حلقات دول لحد دلوقتي تقييم يعتبر كويس وهو 7.5 من 10. اتمنى طبعا التقييم ده يعلى مع الوقت، وانا متاكد ان شاء الله ان هو هيعلى. وهو بالمناسبه لو عجبك التيشيرت ده جاندالف بالمناسبه. انا عملت براند تيشيرتات خاص بيا وخاص ب2 صحابي كمان، اخواتي مش صحابي يعني. المهم لو عجبك انا هسيب لك في الكومنتات وهسيب لك في الديسكربشن لينك تشتري منه التيشيرت ده، وعلى فكره سعره قليل جدا، اقل من 300 جنيه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم بخير في حلقات كتير جدا، وسلام.